السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنخلل مع بعض السردين البلدي في البيت بملح مظبوط ولون وردي، واوعدك ان انت هتاكلي منه بعد 3 ايام بالظبط. يلا ارفعوا لي الفيديو بتاعي باللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. ده كده معايا كيلو من السردين البلدي، انا جايباه سردين بلدي يعني تجيبيه من حد مضمون. انا غسلته كويس وسبته اتصفى لحد ما نزل كل الدم والمية اللي فيه، واتأكدت ان السردين معايا ناشف تماما. جبت البولة وحطيت فيها 3 معالق كبار من الملح ومعلقة ونص من الشطة الحمراء البودر. لكل كيلو سردين 3 معالق كبار من الملح، سواء ملح خشن او ملح ناعم. بدأت كده أنزل بالسردين بتاعي في الملح والشطة. ممكن تزودي كركم لو انتي هتعملي كمية كبيرة، يعني لو هتعملي 2 كيلو 3 كيلو ممكن تزودي كركم، لأن الكركم بيكون مادة حافظة للسردين أو للفسيخ. بدأت كده أقلب السردين مع الملح والشطة كويس جدا، واتأكدت إن كل السردين اتغلف من جميع الجوانب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان السردين بتاعي ما يعفنش أثناء التخليل. هسيبه في الملح والشطة لمدة 10 دقايق، ويلا بينا نجهز العلبة أو البرطمان اللي هنخلل فيه السردين. دي كده معايا علبة بلاستيك، فرشت فيها كيس، وهبدأ كده أرص السردين بتاعي خلف وخلاف. وأنا بحط السردين في العلبة برضو بتأكد إن السردين بتاعي اتغلف بالملح والشطة كويس جدا. عايزة نقولك إن كيلو السردين وصل ل150 جنيه، وطبعا انتي بتشتريه يعني بشوية ملح وشوية شطة، بتطلعيه أنضف وأحسن كتير كتير من اللي بتشتريه من بره. وصدقيني الريحة بتاعته كمان بتكون مختلفة تماما عن بتاع المحلات، لأن في ناس بتكره ريحة السردين وريحة الفسيخ، لكن دايما الفسيخ والسردين اللي بتعمليه في البيت بيكون أنضف وأحسن كتير كتير من اللي بنشتريه من بره في المحلات. ده كده رصيت السردين بتاعي والملح والشطة الزيادة حطيته على الوش. هبدأ كده أنزل بحوالي ربع كوباية من الزيت علشان يدي للسردين بتاعي طراوة. هبدأ بقى كده أكمر السردين بتاعي كويس جدا. يعني إيه هكمره؟ يعني هغطي عليه كويس جدا بالكيس، وهلبسه كيس كمان زي كأننا بنعمل الفسيخ بالظبط. طبعا احنا دلوقتي في الشتاء، علشان كده السردين قعد معايا بالظبط يا جماعة والله، يعني للمصداقية 4 أيام. ممكن طبعا لو في الصيف ممكن يقعد معاكي يومين بالظبط وتاكلي منه. ده كده شكل السردين بتاعي منزل المية بتاعته، ومش عايزة نقولك على الريحة بتاعته عاملة ازاي. والسردين طالع معايا عامل زي الزبدة والله يا جماعة. الطعم في منتهى الجمال، والريحة بتاعته في منتهى الروعة. عايزة نقولك في خلال ال3 أيام اللي أنا كنت عاملة فيهم السردين في العلبة، أنا كنت بقلبه يمين وشمال زي الفسيخ بالظبط. ده كده شكل السردين بتاعي، بس أنا طبعا مش بشيله زي ما هو، أنا بخليه. يعني بشيل السفاية اللي في الظهر، وبنضف البطن، وبشيل الراس، وبيبقى معايا باللون والجمال اللي انتوا شايفينه ده. شايفين السردينة طالع اللون بتاعها عامل ازاي؟ اللون أحمر كده وردي في منتهى الجمال. والطعم بقى مش عايزة نقول لكم على الجمال. بعد ما خليته حطيت برضو عليه كده شوية من الزيت وعصرتين كده من الليمون. وطبعا انا بشيله في التلاجة وبطلع على قد الاستخدام بالظبط. عايزة نقولك عصرة الليمون والزيت بقى كده لما تشيليه بتدي طعم للسردين في منتهى الروعة. ادي كده شكل السردين بتاعي واللون بتاعه. يلا كده بقى ايه، انسوا خالص ان انتوا تشتروا السردين من بره. ده كده شكل السردين بتاعي تاني يوم. انا كنت بطلع منه على قد الاستخدام بالظبط، وزي ما قلتلك انا بحطه في التلاجة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ودعوة حلوة من قلوبكم. باي باي.